السلام عليكم الزلفي اللوان. في فيديو جديد جبت لكم جاردينيير. شوفوا الالوان كيفاش راهي زاهيه، ولا كما نقولوا طاجين تاع ولا جواز تاع القرنون والجلبانه. اللي عجبني فيه هو الباتي، درت معاه ان باتي يجي بزاف هايل، وبنص درت عجاج تحصلي على هذه الكميه. هو على كل حال الجواز هذايا يجي باللحم تاع غنمي ولا بقري ولا دجاج، يعني اللي ديري معاه يجي بنين. وشنو انا هاد الخطره حبيت ندير بلون دو بولي، حنديروه باتي يجي بزاف بريزونطابل وشباب تانيين وسورتو الدراري يحبوا بزاف الباتي. بسم الله نبداو. حطيت هنايا شويه زيت، انا نديرها بزيت زيتون، وحطيت ثاني شويه برك تاع اللحم تاع البقري، يعني شويه ولا عندكم كما يقولوا ثاني الدجاج. انا ساعات نديرها بالدجاج ساعات يعني باللحم اللي عندي، مهم يعطيني برك البنه. زدت معاه ثاني البصل مع الثوم مرحي، نخليهم يتقلاو بيان مع مغرفه تاع الملح وعلى حسب الكميه اللي عندكم، فلفل كحل وكركم، وهنايا نص مغرفه صغيره تاع القرفه مرحيه. هنايا القرفة تعطي بنة للجلبانة، اون بليس يعني تخفف عليكم ما تضركمش. زدت هنايا حبة طوماطيش وان بوكي فيه شوية حشيش شوية معدنوس وعود تاع قرفة. نمرق بالماء مغلي، زدت هنايا ان بوكي تاع زرودية قطعتها بالطول نحتاجها للباتي. دوكا عندي هنايا نص در تاع الدجاج، انا عندي ديجا مرحي ودرت مغرفة صغيرة تاع الملح، فلفل كحل وشوية معدنوس مقطع، صوص تاع الثوم انا درت 3 واش نقصيتهم على 2، توابل تاع الدجاج ولا لي زيبيس تاع فروماج، مغرفه تاع الزبده ولا مارغرين ولا سمن وشويه بصل. نرحيو كلش حتى يولي يعني فريمون ليسا، يرحيوه بيان كيما الباتي، ونتحصلوا على هذه الكميه. يعني هي الله يبارك فيها بركه، نص درت عجاج وشنو يعطي كميه لاباس بها، يعني بوغ اون بتيت فامي سي بون. هنايا شوفوا ساعات تلقاو هكايا الخيوط هذو تاع اللحم هذو نحيوهم باش كي تقصوا الباتي تاعكم يجيكم نت. ونحيو هنايا لو بوكي، هنا ما تخليوهش يطيب 100%، جوست يغلي شويه نحيوه. عندي هنايا الزيتون تاع مخللات، وهنايا زروديه اللي طيبناها شويه، هذيك راهي في نص طيب. هنا فرشت بابي فيلم وحطيت هذاك الباتي، ونبدا نحط هكا في زروديه بهذه الطريقه. ومن بعد نزيد هذوك الزيتون مقطع. هذا الزيتون تحبوا ديروا حار ولا حلو كما تحبوا، انا خيرته هكا شويه حار يجي بنين هذا، يعني يمد واحد طعمه للباتي رائع. هنا بابي كويسون خلاص ليه، هي دو بريفيرونس تحطوا بابي كويسون دهنو هكا بيان بالزيت، ومن بعد حطوا اللحم تاعكم وروليوه بيان، زيدوا له خطره في الومنيوم وفوروه. مي انايا خلاص لي دونك جيت اوبليجي ندير ديريكتومون فوق السيلوفان. هنا نزيد له خطره ونزير مليح باش نتاكد بلي يشد لي لا فورم هذيك كيما الباتي وما يخرجش. بعد نربطوه بيان من بالكوطون بيرلي، نحيو هذيك زياده ونطقبوه بيان بالكوردون كيما العصبان هكا سوا. وعلى كل حال ما فيهش البيض يعني ما يتنفخش، مي نحب نطقبوه باش يطلق ليه هذاك الجو تاعو في لاصوص. نحيت هذاك لو بوكي تاع معدنوس وهذاك حبه طوماطيش يتو، ومن بعد نبلونجيه ديريكتومون في لاصوص يغلي هكا يطلق لنا البنه نتاعو اون بليس يطيب. كما قلت لكم مقبله تقدروا تروليوه في البابي كويسون تفوروه شويه شغل نص طياب، وبعد نحيولو هذاك البابي ورجعوا له بودان داخل لاصوص يغلي، يزيد يمد ثاني البنه اكثر واكثر. من بعد رحت نقيت القرنون، هنا عندي 3 حبات كبار، نقيتهم ودرت لهم بيان جو سيترون وحكيتهم بيان بالقارص باش ما يكحليش. بون هنايا تحبوا تغليهم ديريكتومون مع لاصوص، ولا كيما انايا نحب نغليهم شويه برك مع جو سيترون ونزيد له ثاني طرونش تاع القارص، ومن بعد غلا واحد 5 دقائق، ومن بعد صفيتهم باش حطيتهم مع لاصوص هكا باش يقعدوا بيوضه ما يكحالوش كي يغليو. ومن بعد زدت لهم شويه زروديه قطعتها هكا دي رونديل، وزدت ثاني شويه جلبانه. تقدروا تزيدوا ثاني معاها البطاطا، اللي يحب يدير البطاطا انا خليتها حنقليها باش كي نجي نقدمها مع لي فريت.
هنا بعد 20 دقيقة ملي حطيت الخضرة حنحي هذاك الباتي تاع الدجاج ونفيريفيو ثاني اللحم والخضرة ولا طابت باش نطفيو عليها. هنا الخضرة انا نحب نخليها شوية هكا شادة روحها. ما نحبش انا الخضرة كي طيب بزاف سورتو القرنون، كي يطيب بزاف القرنون ينفخ كي يطيب، دونك خليوه شوية يشد روحو. هنا كي يبرد الباتي شوية نحيولو هذاك السيلوفان. دوكا نروحو للصحن التقديم. هنايا شوفوا خليت لها شويه لاصوص، كما قلت لكم حندير معاها لي فريت، هكا اللي يحب يسقي معاهم هذوك لي فريت تجي ثاني هايله. ستفت هكا القرنون في الطبسي باش يبان، وزيد قطعت ثاني هذوك الباتي. شوفوا الالوان كيفاش جات داخل ما شاء الله، سورتو ريحتو تاع الزيتون مخللات هذوك الحاريتو جا هايل. زينتو ثاني كلكو فوي تاع المعدنوس. هنا ما حبيتش نقطع المعدنوس ونرشو فوقو باسكو يكحلو من بعد، دونك جو بريفير هكا دي فوي يقعدو خضورة شابين. هذه هي جاردينيير ولا جواز تاع القرنون ولا جواز تاع الجلبانه، كل واحد كيفاش يسماه. وشنو بهذه اللمسه تاع الباتي جا ما شاء الله. وشباب ثاني يعني هذا الطبق تقدري ما تضيفي به عادي، بزاف بنين وبزاف غش. نشكركم على حسن المشاهده، ان شاء الله عجبتكم الوصفه ونتلاقاو في وصفات واحده اخرى ان شاء الله.